اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. السلام عليكم. اليوم جبت لكم لوبيا بنينة اقتصادية وسهلة وكتدفي في هاد البرد. لوبيا بطريقتي درت فيها طريفة ديال الدجاج بلا تعب وبمذاق كيخرج واعر. اللوبيا راه من احسن الماكله في الشتاء، في فصل الشتاء كتشبع وكتعطي طاقه زوينه. حتى اللي باغي يقتصد في المصاريف راه لوبيا راه اقتصاديه وسهله حتى في التحضير، يعني حتى في الطياب ديالها. انا اليوم درتها بالطريقه ديال الدجاج، ولكن الا ما كانش عندك الدجاج راه حتى هي بلا بيه كتجي زوينه. السر ديال اللوبيا هو التحمير مزيان والصبر في طيابها، ما خصهاش العجله. شوفي راه اللون كيفاش خرج والريحه راه كتبان من هنا. انا اليوم استعملت الطريفه ديال الدجاج وشحرتها مزيان مع التوابل. بالنسبه للمقادير انا درت ابزار، خرقوم، ملحه، اسكنجبير، قزبور معنوس. انا طحنت فيهم ودرت فيهم هاد الوصفه، درتها خاصه ليا. كندير قزبور ومعنوس والثومه وزيت العود، كنطحنهم كاملين في الهشوار، كنديرهم في البلاطه. كل مره كنطيب شي حاجه كناخذها من كونجيلاتور وكنديرها. هاد الطريقه راه زوينه بلا ما تحكي الثومه كل مره، بلا ما ديري بزاف الزيت كل مره ملي كطيبي. انا كندير غير الشيشه، يعني كنقتصد، وراها كتطلع واعره ملي كديري هاد الوصفه. بالنسبه راه شحرتهم كاملين مزيان وضفت ليهم لوبيا وضفت ليها الماء ودرت ليها الطريفه ديال الحامض وخليتهم يطيب 30 دقيقه هكاك. ملي طابت طفيت عليها وخليتها حتى بردات، وعاد حكيت فيها واحد مطيشه وشويه المطيشه د الحك وخلطهم وخلطت لوبيا وخليتها حتى طيب صافي. راه 30 دقيقه راه كطيب، هي غير طيب شويه معاها مطيشه صافي. تقريبا تضيفيها 20 دقيقه هكاك ولا 10 دقائق صافي. راه كتوجد لوبيا ديالك، ها هي بالصحه والراحه. راه كتجي واعره. راه لوبيا نافعه بزاف، بالخصوص في هذا البرد. راه بزاف الناس كيطيبوا لوبيا وكطلع ليهم ناشفه او معجونه، ولكن القوام الصحيح خصو يكون وسط، لا خفيف لا ثقيل. ايوا ها هي لوبيا ديالي راه وجدات، راه سخونه وبنينه وصحيه. الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي وتكتبوا لي في كومنت شنو كتفضلوا، واش لوبيا مع اللحم ولا لوبيا بالدجاج. ما تنسوش تقولوا لي كي جاتكم اللوبيا ديالي، راها باينه بنينه وزوينه وصحيه.